مي كانت قاعدة مع أختها صباح في شقتها، وقالت: حرام عليكي، حرام عليكي، إزاي عايزاني أطلق من جوزي؟ أنا فعلا غلطت زمان، بس دلوقتي والله بقيت بحبه. امم واللي بتحبه تخونه برضه؟ ها، قلتي إيه؟ قدامك حل من الاتنين: يا تطلقي من جوزك وأنا أتجوزه، يا إما أروح هوريه الفيديوهات كلها. وقبل ما نبدأ الحكاية، تعال أعرفكم بنفسي. أنا صباح، متجوزة وعايشة مع أختي، لأن جوزي مسافر السعودية. بابا وماما راحوا، وفي يوم كنت بكلم جوزي زياد في التليفون، وقلت له: بقولك إيه، أنا زهقت من قعدة البيت بصراحة، أنا عايزة أنزل أشتغل يا زياد. عايزة الناس تقول عليا إيه؟ خليت مراتي تنزل تشتغل وأنا مسافر علشان تصرف على نفسها؟ ناس مين بس؟ أنا في حالي ومليش دعوة بحد خالص. وبعدين أنا مش باخد رأيك، أنا بقولك قرار. صباح، بلاش طريقة كلامك دي، انت عارفة ان انا بحبك وما برفضلكيش طلب، يبقى بلاش الأسلوب ده معايا. يعني انزل الشغل بكرة؟ بصراحة كده أنا كنت مكلمة صاحبتي أسماء على شغل، وهي اللي جابتلي الشغل. براحتك يا صباح، بس عايزك تاخدي بالك من نفسك، انت مش بتعرفي تعملي أي حاجة لوحدك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وقفلت السكة مع زياد. ساعتها لقيت مي دخلت. بقولك ايه، انا هبعت اجيب اكل من بره ومش معايا فلوس. معاكي؟ بقولك ايه يا مي، امسكي ايدك شوية، ما ينفعش كده، الفلوس اللي كان سايبها لي زياد قربت تخلص. امم ماشي، بس انا سامعاكي بتقوليله انك نازلة شغل، يعني هيكون معاكي فلوس. وبصراحة بقى انا ماليش في الاكل البيتي خالص. ماشي يا ستي، خدي من الشنطة بتاعتي فلوس. وتاني يوم رحت الشغل مع أسماء، ودخلنا مكتب أمجد مدير الحسابات. وأسماء قالت: إزيك يا أمجد، عامل إيه؟ أحب أعرفك، زميلتنا الجديدة صباح هتكون معانا هنا في المكتب. ساعتها أمجد قام وقف وسلم وقال: صباح الخير، إزيك يا أنسة صباح، إن شاء الله تكوني مبسوطة معانا هنا. ساعتها أنا اتكلمت وقلت: مدام صباح مش أنسة، وإن شاء الله، بس هنكون مع بعض هنا بعد إذنك يعني. يلا بينا يا أسماء. طب ادخلي، ادخلي المكتب ده وأنا جاية وراكي. وبعدها خرجت وأسماء قالت: إيه عينك، مالها؟ دي حلوة قوي. وبعدين جايبالنا مدام، هو أنا ناقص عقد؟ جوزها مسافر ومش بتحبه، هو أنا هجيب لك أي حد والسلام ولا إيه؟ أيوة بقى، هو ده الشغل ولا بلاش؟ المهم، عارفة هتعملوا إيه طبعا. عيب عليك، بس أنا عايزة أغير الموبايل بتاعي، والله خسارة فيا. الموضوع يمشي وهعملك كل اللي انت عايزاه والله. وبعدها خرجت أسماء وراحت قعدت جنبي. ساعتها اتكلمت وقلت: ده باين عليه عينه زايغة، هو انت شغالة معاه ازاي ده؟ مين؟ أستاذ أمجد؟ يا بنتي ده الأدب كله، ده أنا أول مرة أشوفه بيسلم على حد بإيده. أنا حاسة كده إنه إيه؟ إنه إيه يا أسماء؟ ولا بلاش، انتي نكد بصراحة، الواد حاسة كده إنه معجب بيكي. إيه كلامك ده؟ وبعدين أنا ست متجوزة ومحترمة. يا بنتي هو أنا قلتلك روحي كلميه؟ أنا بقولك على اللي أنا حاساه، بس إنما لو عمل معاكي أي حركة كده ولا كده، ما عندكيش غير اللي في رجلك. تمام ماشي، فهميني بقى في الشغل ماشي إزاي؟ قعدت شهر، وبصراحة ما كنتش بشوف حاجة من أمجد غير هي النظرات، وقلبت معايا أنا كمان بنظرات. وفي يوم كنت في مكتبه عشان بمضي على ورق، ولقيته جد معايا مش زي كل مرة. وقلت: أستاذ أمجد، هو في حاجة؟ شكلك متغير كده ليه؟ أبدا مفيش حاجة، بس مخنوق شوية، شكرا لاهتمامك. وبعدها خرجت وروحت البيت، وكنت قاعدة على السفرة مع مي. ومي قالت: إيه يا بنتي، عمالة أكلمك مش بتردي ليه؟ بقولك زياد كلمني كذا مرة النهاردة، وبيقولي إنه كلمك وإنتي مش بتردي. آه هبقى أكلمه قبل ما أنام. إيه ده؟ هو أنتِ فيكِ إيه؟ شكلِك متغيّر. مالِك يا مي، مالِك؟ بقيتِ بتتكلمي كتير كده ليه؟ أنا داخلة أنام. وبعدها دخلت علشان تنام، ولقيت رسالة من أمجد: أنا آسف إني كلمتِك بالطريقة الوحشة الصبح، بس حقيقي كنت مخنوق. أبدًا ما فيش مشكلة، أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. أنا مش باحب أكتب كتير، إيه رأيك نتكلم فيديو؟ إيه؟ فيديو؟ طب ثواني. وبعدها قامت لبست طرحة
ورنت عليه. هو أنتِ قاعدة في البيت بطرحة والّا لبستيها عشان باكلمِك؟ لأ عادي. المهم أنت أخبارك إيه؟ مش عارف أقول لِك إيه بصراحة، بس يعني أنا أنا باحب أوي. هو أول ما قال لي كده لقيت وشي غيّر وقُلت أنت كويس جدًا، طيب ما تروح بقى تتقدّم لها. للأسف ما ينفعش، ده حُب من طرف واحد، هي ما تعرفش ولا بتحبّني أساسًا. إيه معقول! طب وإيه اللي جبرك على كده؟ القلب وما يريد يا صباح، بجد نِفْسي أقول لها إن أنا باحبها، بس أنا خايف من رَد فعلها. ما ينفعش تفضل معلّق نَفْسك، يا تقول لها وتشوف هتقول لك إيه، يا إمّا تنساها. طَب باحبِّك يا صباح، وعايزة أعرف ردِّك دلوقتي. ساعتها أول ما قال لي كده، قفلت السكة، ولقيت مَي داخلة. باقول لِك إيه، أنا نازلة. إيه ده، هو أنتِ لابسة طرحة على البيجامة ليه؟ هو ما فيش باب يعني إنِّك تخبّطي عليه؟ المفروض على فكرة تخبّطي، وبعدين أنا كنت عايزة أصلّي. تصلّي؟ حرمًا مُقدّمًا. طيب أنا نازلة. وبعدها خرجت. قلعت الطرحة، وقفت قدام المراية وقلت خايفة تكبري يا صباح وما تجربيش الحب. أنا حاسة برضه بحاجة غريبة من ناحية أمجد، بس أنا عارفة إنه ما ينفعش. وفي الوقت ده لقيت أمجد بيرن فيديو تاني، فتحت بسرعة وقال الله، إيه القمر ده؟ شكلك من غير طرحة حلو قوي. إيه ده؟ ده أنا نسيت ألبسها. أنا متصل أقولك اعتبريني ما قلتش ولا حاجة، بس أرجوكِ اوعي ما تجيش الشغل، أنا ما أقدرش أعدّي يوم من غير ما أشوفِك فيه. طيب ممكن نخلّي كلامنا بعدين؟ أنا مش قادرة أتكلم دلوقتي. براحتك يا أحلى صباح في الدنيا. وقفل. وقال أنا نسيت تلبس الطرحة قال. وتاني يوم راحت صباح الشركة من غير الطرحة، غيّرت ستايل لبسها، وأسماء قالت إيش ده إيه القمر ده؟ إيه ده؟ أنتِ إيه اللي حصل لِك؟ إيه رأيِك؟ مش أحسن كده برضه؟ طبعًا أحسن، بس ليه الطرحة؟ يعني أنتِ كنتِ ممكن تشوفي style ليها تاني، مش عارفة عملتِ كده إزاي، ولا ليه حتى. ساعتها لقيت أمجد داخل مكتبنا وقال صباح وسكت شوية وقال اللي أنتِ عاملاه ده فيها إيه يا مستر؟ خلّيها تعيش سنها، أنتِ حرة، اعملي اللي أنتِ عايزاه، بعد إذنكم. وبعدها خرج وأنا قُلت هو في إيه بالضبط؟ ماله؟ مش عارفة. باقول لِك إيه، أنا داخلة أعمل حاجة بالبوفيه أشربها، هاعمل لِك معايا نسكافيه. وبعدها خرجت، وأنا رُحت لمكتب أمجد. أول ما دخلت قُلت هو في إيه؟ أنا كنت فاكرة إن شكلي هيعجبِك، عايز شكلِك ده ليّا أنا وبس، مش لحد تاني، مش عايز حد تاني يشوف شعرِك. أنا آسفة والله، وأوعدك إن أنا مش هاقلعها تاني. صباح، أنا باحبِك وباخاف عليكِ، وربنا يعلم إن أنا نفسي نكون أنا وأنتِ في البيت واحد إزاي قريب. باقول لك إيه، أنا أنا هابعت لزياد وأخلّيه يطلّقني، أنا بجد حبيتك أوي يا أمجد. مش وقته الكلام ده، اصبري شوية وهاقول لِك تعملي كده إمتى. ماشي، بعد إذنك. وبعدها خرجت، وأمجد قال خلاص شكلها وقعت. أنا ساعتها رجعت مكتبي، ولقيت زياد عمال بيرن عليا، ورديت خير يا زياد؟ في إيه؟ نازل رن 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 خير. هو في إيه بالظبط؟ بتصل بيكي كتير ما بترديش عليا ليه؟ مش فاضية يا زياد، الشغل. وهي أهو رديت. عايز إيه بقى؟ دي طريقة كلام؟ ده انتي وحشتيني حتى. وانت؟ بس أنا ورايا شغل، والمفروض إنك أنت كمان مسافر عشان تشوف شغلك، ما تركز شوية بقى في شغلك ها؟ حاضر يا صباح. وبعدها قفل السكة. صباح قالت بقيت زنان قوي، وفضلت على طول مع أمجد، كل شوية نخرج. بجد حسيت إن ساعتها أسعد واحدة في الدنيا، وحياتي معاه اتغيرت. وفي يوم روحت البيت، وكان الموبايل على السرير، وأنا كنت باخد شاور، وهو رن كذا مرة. ولما دخلت رديت وقلت معلش يا حبيبي، كنت في الحمام، ما أخدتش بالي من الموبايل. أنا كنت هاجيلك عند البيت بصراحة، خُفت عليكِ أوي. معقول! أنتِ كده بتخافي عليّا يا أمجد؟ المهم قولي لي، بتعملي إيه؟ كنت خارجة من الحمام ولسه هالبس، يا دوب لابسة البورنوس بس. لأ، ده أنا لازم أكلمِك فيديو دلوقتي. إيه الكلام ده؟ لأ ما ينفعش طبعًا. عندِك حق. طب معلش، أنا معايا wait. وقفل. ساعتها صباح اتكلمت وقالت إيه ده؟ هو زعل والّا إيه؟ فضلت أرن عليه وما كانش wait ولا حتى بيرد.
المهم اتصورت كام صورة وبعتهم ليه وقلت ربنا يعلم إن أنا بثق فيك إزاي، هو أنا ليا غيرك؟ هو شاف الصور وبرضه مردش عليها. وفي الوقت ده دخلت مي. هي إيه الحكاية بالظبط؟ على طول قاعدة لوحدك في الأوضة، في إيه مالك يا صباح؟ هيكون مالي يعني يا مي؟ عادي، كنت بره ولسه راجعة باخد شاور، وزي ما انت شايفة لسه هلبس أهو. طيب بقولك إيه، أنا عايزة أتكلم معاكي في حوار. زياد كلمني النهاردة وبيقول إنك متغيرة وعايز يعرف في إيه. بقولك إيه، أنا مش فايقة لزياد، كبري دماغك. أقولك بلاش تردي عليه لما يتصل، والله أنا حاسة إن في حاجة كبيرة كمان وإنتي مش عايزة تقوليلي عليها. اخرجي بره يا مي. وتاني يوم رحت الشركة وكان أمجد في مكتبه. ساعتها دخلت وقلت ازيك يا أمجد، عامل إيه؟ أنا طول الليل مش عارفة أنام عشان أنت زعلان مني. أنا مش زعلان، دي حرية شخصية، براحتك يا صباح. خلاص بقى، بلاش طريقة الكلام دي أرجوك. قلتلك مفيش حاجة خالص. انتي عاملة إيه؟ مش كويسة لأنك زعلان مني. وفي الوقت ده لقيت مي بترن. دقيقة واحدة بس، أشوف في إيه. أيوة يا صباح، زياد رجع وسألني على عنوان الشركة وهو جاي، أنا قلت أعرفك. إيه؟ طيب طيب. وبعدها قفلت. مالك يا صباح؟ شكلك اتغير لي كده. زياد رجع من السفر، أنا خايفة يقولي اقعدي من الشغل. بجد أنا مش هقدر يوم واحد يعدي عليا من غير ما أشوفك. بقولك يا صباح، اوعي تعملي كده. أنا مش هقدر أنا كمان يعدي عليا يوم من غير ما أشوفك. انتي ما تعرفيش أنا بحبك قد إيه. وفي الوقت ده دخلت أسماء وقالت الحقي، الحقي يا صباح، زياد بره، هو رجع من السفر امتى؟ اخرجي يا صباح وشوية وأنا جاية وراكي. وبعدها خرجت. حبيبتي يا صباح، ما تعرفيش انتي وحشتيني قد إيه. أنا جاية من السفر عشان حسيت إنك مش كويسة الفترة دي. الحمد لله على سلامتك يا زياد، وانت كمان وحشتني. وفي الوقت ده خرج أمجد وقال ازيك يا أستاذ زياد. أول ما أسماء قالت لي إن حضرتك موجود هنا قلت لازم أخرج وأسلم على حضرتك. أهلا بحضرتك. طيب هتيجي معايا ولا عايزة تكملي شغل؟ ازاي؟ لا طبعا، روحي مع جوزك يا مدام. وبعدها روحنا. وأول لما دخلنا زياد قال هو أنا ليه حاسس إنك متضايقة إن أنا جيت؟ عشان أنت إنسان فاضي جاي وبتقولي أصل لقيتك مخنوقة وجيت أطمن عليكي. إيه؟ هو السفر ده ببلاش كده؟ هو أنا غلطان علشان جيت عشان أطمن عليكي؟ حقك عليا، أنا حسيت إنك وحشتيني فجيت. اسمعني يا حبيبي، أنا نفسي يكون عندنا شقة أكبر، عربية أكبر. أنا زهقت بقى من العيشة دي. تمام، أنا جاي مع صاحب الشركة لأن عنده مؤتمر في مصر والسفر على حسابه، بس ما كانش ينفع أسيبه. أنا استأذنت منه لأنك وحشاني، وإنت كمان، والله أنا خايفة على مصلحتك. طب أنا ماشي. عايزة حاجة؟ عايزاك كويس يا حبيبي، خد بالك من نفسك، وقبل ما ترجع السعودية أنا لازم أشوفك بإذن الله. وبعدها مشي. وأنا كلمت أمجد. حبيبتي، طمنيني عليكي لما أجي أفهمك أنا راجعة الشركة. لا لا، أنا عايزك في موضوع مهم، هبعتلك عنوان شقتي نتقابل هنا. بس ساعتها في الوقت ده أنا قلت له لا، بيت إيه؟ أنا مش هقدر أجي البيت تاني يا صباح. تاني؟ انتي مش بتحرمي؟ ده أنا لسه متكلم معاكي الصبح. خلاص خلاص، بالله عليك ما تزعلش. طيب ابعتلي العنوان. وبعدها رحت على شقته، فتح لي الباب، وأول ما شافني قال كنت عارف إنك هتيجي، ادخلي. وبعدها دخلت. ساعتها أنا كنت مرعوبة، بجد أنا خايفة قوي، خايفة حد يشوفني هنا. هو في حد يعرفك؟ بقولك إيه، جوزك فين صحيح؟ لا ده جاي شغل وما كانش ينفع يقعد فمشي على طول. ما تعرفيش أنا بحبك إزاي وغيرت عليك إزاي أول لما هو جه وخدك من الشغل. وأنا والله بحبك قوي قوي يا أمجد، أول مرة أحس إن قلبي متعلق بحد كده. طب تعالي، تعالي معايا جوه. وبعدها دخلوا الأوضة. وفي شقتي مي كانت داخلة وما لقيتناش، كلمتني كان فوني مقفول. كلمت زياد انتوا فين؟ انت ما صدقت انك جيت، اخدت صباح وخرجت ولا ايه؟ يا بنتي، يا بنتي انا جاي القاهرة في شغل وما اعرفش صباح فين اصلا. رن عليها شوفيها فين. يبقى نزلت تجيب طلبات وجاية. طيب ايه، هتيجي تاني قبل ما تسافر ولا خلاص كده؟